احلى حاجه للعيب الكوره اللي انتوا شايفينه، ان هو قاعد شايف الناس اللي حواليه مبسوطه باللي هو عمله، سواء بعد مباراه، بعد بطوله، بعد انجاز بيعمله. وبتكلم كمان، انا بتكلم على اي رياضي كمان مش لعيب كوره بس، انا بكلمكم كمنتخب مصر ولاعيب كوره بيتكلم. احلى حاجه، احلى حاجه بالنسبه لنا انك تشوف الناس مبسوطه وسعيده بالشكل ده. احنا يمكن طبعا الحاله الماديه في الوقت ده مختلفه الحقيقه عن حالاتنا الماديه زمان او الاجيال اللي قبل كده. كانت متعتنا انك تشوف وانت ماشي في الشارع احنا مبسوطين يا كابتن، احنا كسبنا النهارده وانت عملت مجهود كويس. دلوقتي الموضوع بقى ماده ومتعه وفرحه الجماهير. فانت الحقيقه الجيل الحالي هو جيل محظوظ جدا، واكيد سعادته موجوده بالماده وفي نفس الوقت الامور الماليه. فانت لازم تشتغل على كده، لازم تبتدي تشتغل على كده، ومسؤوليه اكبر. انت بقيت قدوه لكل المصريين، لكل الاجيال القادمه. فلازم تحافظ كمان على ان انت بقيت، يعني لو انت كنت امام عاشور فانت بقيت امامين مش امام واحد. فبتكلم على، يعني مش انا بتكلم على امام يمكن طبعا عشان امام من افضل اللعيبه، لكن اللاعبين التانيين طبعا هايلين. فلازم كل واحد يبقى عارف ان هو قدوه في تصرفاته، قدوه في وجوده في الملعب، في ادائه، في مستواه الفني. كل الامور دي الحقيقه هتبقى صعب على اللعيبه ان هو يحافظ. فان شاء الله كده يفضلوا مركزين ويفضلوا شغالين على النقطه دي.